هدف ولا اجمل ولا اروع من كده. تريزيجيه النهارده بيصالح جمهور الاهلي. تريزيجيه بيقول لجمهور الاهلي انتوا على راسي من فوق. في اول الماتش بيحيي جمهور الاهلي، في نص الماتش بيحيي جمهور الاهلي قدام سيراميكا. علي ماهر كان عشمان اللي هو يتعادل او ياخد الماتش من النادي الاهلي، مفيش منه. بيروح محمود حسن تريزيجيه للنادي الاهلي وبيقلع التيشيرت بتاعه وبيحيي جمهور النادي الاهلي. هو ده الشغل المفروض يعمله لاي لاعب في النادي الاهلي. اوعى الجمهور يزعل منك، لازم تبقى حريص دايما ان انت تبقى مع الجمهور. اوعى تعمل فعل للجمهور تخليه يغضب عليك. لازم تلعب برجوله، لازم تفرح الجماهير اللي بتسيب شغلها، الجماهير اللي بتجيلك من بلاد عشان تشجعك. لازم تحط كل دوت في دماغك وانت بتلعب في الملعب. اوعى تيجي تقول لي اصل في واحد في المقصوره كان عمال يشتم في تريزيجيه فتريزيجيه قال لك هرد عليه وقال له هس. ما ينفعش الكلام ده مع جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي لو في واحد منهم مندس عايز يخرجك عن الماتش او يخرجك عن تركيزك، ما تسمعش ليه، نفض له وخليك مع المباراه، خليك مع الماتش، فرح الجماهير. ده الشغل اللي اشتغل عليه وليد صلاح الدين مدير الكوره. هو ده شغل مدير الكوره يا جماعه. والنهارده وليد صلاح الدين في اول المباراه قال لتريزيجيه روح حي الجمهور، روح صالح الجمهور، قول للجمهور الاهلي انتوا على راسي من فوق، انتوا اللي بتبقوا ورانا، انتوا اللي بتسافروا لنا بلاد، انتوا اللي بتسيبوا شغلكم، انتوا اللي بتسيبوا كل حياتكم وتيجوا تشجعوا النادي الاهلي. ما ينفعش حد يزعلكم. وده اللي عمله تريزيجيه، راح يحيي جمهور النادي الاهلي في اول المباراه، راح في نص المباراه، راح في اخر المباراه. النهارده النادي الاهلي بيصعد للمركز التاسع بعد ما كان المركز ال15. ليه؟ عشان لقيت اللعيبه حست ان هي كده ما بتلعبش برجوله، اللعيبه حست ان انا كده بزعق جماهير النادي الاهلي. مش النادي الاهلي يبقى مركز 15 ولا 13 ولا حتى المركز التاسع اللي صعد ليه النهارده، بس تعتبر دي البدايه. دي البدايه خلاص، دي اسمها موجة الانتصارات. خلاص المكنه هتشتغل والانتصارات جايه ماتش ورا التاني. هنا النادي الاهلي بيفوق، هنا النادي الاهلي لعبته بتفوق. هنا لقينا النادي الاهلي النهارده لعبته بتضيع اجوان كتير، لقينا جراديشار بيضيع، لقينا حسين الشحات بيضيع، لقينا النهارده بجد حرام حسين الشحات يقعد، اثبت وجوده النهارده. طاهر محمد طاهر ولا اجمل ولا اروع من كده يا طاهر. بقول لعماد النحاس ما ينفعش طاهر يقعد، ما ينفعش طاهر يقعد. طاهر لازم يلعب برضه بجانب زيزو، مفيش مشكله، انما تقعده ما يلعبش خالص ما ينفعش. حسين الشحات تقعده خالص ما ينفعش. تريزيجيه النهارده فعلا يا تريزيجيه انت صالحت جمهور النادي الاهلي. النهارده جمهور النادي الاهلي كله بقى يهتف لتريزيجيه. هو ده اللعيب اللي لازم يقدر الجمهور. اوعى تفتكر ان انت مثلا نجم كبير تتعالى على الجمهور او تقول لحد من الجماهير هس. ما ينفعش. لو حد من الجمهور استفزك ولا تسمع ليه ولا كأنه قال اي حاجه.